بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. حبايبي من جوه مصر ومن بره مصر ومن جميع أنحاء العالم. النهاردة بإذن الله حابة أشارك معاكم الأجواء الريفية الممتعة. أحلى وأجمل منظر ممكن تمتعوا بيه عينيكم وقلبكم وبالكم كمان. ربنا يريح قلوبكم جميعا. والفول الأخضر الجميل اهوت. ذي القرون الفول لسه بادئ يجيب. دي البداية يعني التباشير بتاعته. وبرضه هوريكم ايوه حاجة برضه جميلة. ايه هي؟ اهي جت اهي كرنبي لسه برضه في الاول. بيعمل قرص كده ابيض وجميل. لما تيجي تشتري ما تشتريش الا اللي بالشكل ده، القرص الابيض الجميل ده. وهنا فلفل اهوت. سبحان الله احنا زرعناه على انه يبقى شطة بس طلع فلفل. بس هي مش قطعة كبيرة، يعني 3-4 عيدان كده، مش كتير يعني. ان شاء الله تمتعوا عينكم بالاجواء الجميلة ديت وتريحوا نفسكم وتنبسطوا معايا بيها. دي اجواء الفلاحين يا ولاد، مناظر الطبيعية الجميلة ديت عند الفلاحين. فلاحين شاطرين بيزرعوا زرعة مع زرعة. وهنا الكرنب بتاعنا اهو برضو بدأ يلف. الاول برضو اهو هوريكم دلوقتي اهو لسه بتباشر، لسه في البداية. كل حاجة للأيام ديت بتبقى تباشير. موسم الشتا ده موسم خير وموسم هنا على الناس كلها ان شاء الله. بيجي فيه كل الاكلات وكل الحاجات الحلوة الجميلة دي. بيبقى طعمه سكر بقى احلى من بتاع الصيف. الصيف ده ما تاكلوش خالص، انما بتاع الشتا بيبقى خطير يعني. كل يوم ما تزهقش منه. اللي عايزة كرنب تيجي عندنا انا اديها كرنب مفيش مشكلة. ودي بطاطس ان شاء الله هنقلعها معاكم باذن الله بقى. ده كرنب السلطة الاحمر الجميل ده. ايه رايكم بقى؟ هنا بقى الفاصوليا، اوريكم الفاصوليات. وده التوم، ده الزرعة فيه توم اهي اهي. ده التوم. الفاصوليات بقى عند الناس كلها اهي. وده شبت، ده الشبت الجميل اللي بتعمليه على المحشي. الناس اللي ما تعرفش الشبت من البقدونس من الكزبرة تتعلم تشوف ده ايه وده ايه. قاعدة كده في امان الله بقى بصور لكم، لقيت القطة الجميلة دي قلت لازم اوريها. سبحان الله تشوفوها، لقيتها عين خضرة وعين بني. سبحان الخلاق في مخلوق اهي. شوفوا وعمالة بقى. قلت لها تعالي تعالي انت كده في وقتك اصورها لك الحبايب بقى يشوفوك. شوفوها سبحان الله، عين خضرة وعين زرق وعين بني. هنا بقى بدأت اكمل لكم تصوير تاني واوريكم المناظر الحلوة دي. الناس اللي ما همش عندهم اراضي ولا فلاحين يشوفوا اراضي الناس الجميلة هي، ويدعي لهم ربنا يعينهم ويقويهم على حالهم وشغلهم وعيشتهم. وها هنا قد وصلنا لأهم حاجة يا حبايبي، اللي هي الغلة محصول القمح. بنزرعها كده كل سنة، بتنزرع في شهر 11، تقعد 6 شهور في الأرض. ونيجي نحصدها بقى ونضمها وندرسها وناخد القمح اللي بنطحنه، نغسله ونطحنه ونعمل منه احلى فطاير حلوه لكم، واحلى مخبوزات جميله تستاهل بقكم.
وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، دعموني عشان اوصل بيكم واعمل لكم كل اللي نفسكم فيه وبتحبوه. واي حد نفسه في اي حاجة او عايز اي طلب مني يكتب لي في الكومنتات اللي هو عايزه، وان شاء الله هنول اعجابكم واعمله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.